السعودية قلت بال 2014 انه سوف يتوفى الملك عبد الله بن عبد العزيز ومات. وابرز ما صار بال 2015 حريق ارامكو، حادث تدافع منها، سقوط الرافعة. شو حيصير بال 2016 بعد؟ سيموت الملك سلمان وولده معا. الاثنين بنفس السنة؟ وولده معا. نعم، بنفس الحادث. واحد يموت وواحد يقتل. نعم. وإن شاء الله. وستكون هناك انفجارات، وانفجار بنفس الجامع الذي فجر أول مرة. أنا لا أعرف من هو، ولكن إني رأيت قد شبت به النار مرة أخرى. حسينية أو شيل الشيعة. وأرى اختلافه هم ما بينهم وسقوط عرشهم. وأنا قلت حينما ذهب سلطان، قلت ذهب سلطانهم. وتفكك الجزيرة، فلا تستطيع أمريكا أن شنه أن تحمي ما يكون، فتنزل قواتها في أرامكو، القوات الأمريكية، لحماية آبار النفط. وعلى هذا الأساس أرى الاقتصاد السعودي قد انهار، والناس دب بهم الفقر، وعماراتهم ذهبت، وأخذوا أموالا لغير عودة إلى السعودية كثيرا منهم. واعلموا أني أترقب شيئا عظيما في الكعبة هذه السنة، أكبر من الشيء الذي حدث في 2015. نعم. طب النفط بال 2016 شو حيصير فيه؟ نجي بعد ما نزل رح ينزل أكثر ولا؟ نعم، لنرى. يعني أبرز ما سيحصل في السعودية بال 2016 موت الملك سلمان وولده، انفجارات في نفس الجامع اللي تفجر أول مرة، أو حسينية الشيعية، اختلاف بينهم، أكثر من انفجار بأكثر من مكان. بأكثر. نعم، انفجارات بالرياض، بالمدينة، بمكة. يعني الآن وين في أماكن شيعية اللي حيفجروا فيها؟ نعم، وين أكو أماكن شيعية راح يخترقوها، لأنه هم أداة السفياني، فيجمعون إلينا بجمعهم الجديد الاتحاد الإسلامي لمكافحة الإرهاب. نحن الإرهاب. نعم. أيضا سقوط عرشهم، تفكك الجزيرة، نزول القوات الأمريكية لحماية آبار النفط، والفقر وانهيار الاقتصاد. الإمارات ماذا سيكون فيها؟ موت شيخهم وانقسامها إلى دبي والإمارات. فإلى أين تذهب الناس بأموالهم؟ هم يرتكزون على هذا ما رأيته، على سد بعضهم بعض فينفصلون، لأن هؤلاء يريدون الإمارة، وأبو دبي يريد الإمارة بعد موت شيخهم، فيقل اقتصادهم وتذهب ريحهم، ويعبث فيهم الأخوان من حيث لا يعلمون. نعم. ممكن يكون في تفجيرات بالإمارات؟ لا، ما في تفجيرات، بس انفجار واحد. يعني موت شيخهم، انفجار واحد، ويقل اقتصادهم. قطر يحدث انقلاب فيها في نهاية السنة، وإن لم يحدث في السنة الثانية يقتل الابن والأب. نعم. شو قدر رح نشوف بقطر؟ يقل اقتصادهم، ويذهب غازهم، وتذهب ريحهم، وتنكسر شكيمتهم. إذن يقل اقتصادهم وانقلاب في نهاية السنة وقتل، ولا موت الأب والابن في السنة اللي بعد؟ إذا ما تحقق للسنة بالشهر الثاني، يعني لو يجمعون كل جواسيسهم ما يرمون له. نعم. أمر إلهي. عمان أين يكون قابوسها؟ قابوسها سيموت، فيخلفه من لا يرضى به الناس، فيحل بهم القحط ويحل بهم الجوع. أنا عكس من يقول غير ذلك. لنرى ماذا سيحدث. الآمنة عمان تتحول إلى مدينة غير آمنة. رح يكون فيها تفجيرات؟ لا، يقل الرزق وتذهب ريحهم، وتبدأ مشاكل بينهم على الحكم. نعم. يعني موت قابوسها وقحط وجوع. يعني تقريبا عم نشوف بأبرز الدول العربية الاقتصاد عم يتراجع، ما في تطور لقدام، ما في ازدهار. أصعب سنة تمر على العالم سنة 2016. بس على الدول العربية ولا أيضا على الدول العالم؟ الأوروبية؟ سنة 2016 و2017. نعم. البحرين
ماذا يحصل فيه؟ البحرين تكون فيها انفجارات كثيرة، نعم. وينتفض الناس، فيزيد الخناق بشكل قوي، فيرحل ملكهم في سنة 2017. يعني تقريبا عم تشوف في كتير تغير بالحكم طبعا بأكتر بكل البلدان تقريبا. لقد ذهبت الملوك بغير رجعة، وقلب الله كراسيهم واستبدلها بناس. الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، عندهم الكتاب. نعم، يعني بالبحرين حنشوف انفجارات، ينتفض الناس ويرحل ملكهم. في الكويت سنة بسنة إذا 2016 ب 2017 الناس يهبون هبة لا يرجعهم أحد نتيجة الخلل اللي يصير بالسعودية. نعم، يعني بينتفضوا الحين، ينتفضوا على الحكم الناس. نعم. الكويت أين سيكون أميرها وشيوخها؟ الآن يحضر لهم تابوتا للدولة كبيرا ينخر بها داعش في أجهزتها واقتصادها وحكمها وعدلها، والملك أو أميرهم أسأل الله أن يجعله بمأمن، ولكن ماذا أفعل له؟ ستصيبه سكتة قلبية أو ذبحة صدرية فيودع، فلا يكون بعده شيئا يذكر. الآن العرب عندهم انهيار اقتصادي مرعب. نجي للعرب، نتيجة انهيار الاقتصاد النفط راح يوصل ل60، يرجع إلى 20. بيرجع بيطلع بده يرجع ينزل. يرجع إلى 20. ومضيق باب المندب تشتبك به